السؤال المهم بالنسبة ليا بعيد عن مستوى الأهلي في المباراة، إزاي كرة زي دي ما تتحسبش ضربة جزاء للأهلي؟ اقنعني إن الكرة دي ما تتحسبش ضربة جزاء. اللاعب إيده مكبرة جسمه، اللاعب إيده خارج محيط جسمه، كرة بتيجي في إيده، بيمنع هدف، بيمنع فرصة، كرة داخل منطقة الجزاء. فين الفار؟ فين الحكم محمد الحنفي؟ فضيحة تحكيمية بعيد عن مستوى الأهلي. ادي الأهلي حقه حتى لو مستواه سيء، والأهلي مش هيخسر نقاط، مش هيخسر مباريات لو اديت للاهلي حقه. دي فضيحه تحكيميه. الاهلي كان ممكن ان هو بالهدف ده او بالكره دي يسجل الهدف الرابع، يكسب، يقتل المباراه، يدافع بشكل افضل. لكن الكره دي في المنطقه دي ما اتحسبتش ضربه جزاء على فريق البنك الاهلي بالتعمد من حكم الفار مع حكم الساحه. كره اتراجع عليها ما خدتش ثانيه او ثانيتين، كان المفروض يطالب الحكم ان هو يرجع للكره. لكن كعاده الاهلي مستواه سيء فنذبحه، ويكون في اخطاء تحكيم.